نعم يا بابا. دي الفنانة رجوات منصور. رجوات منصور كانت من عيلة في أسوان، عيلة مبسوطة ماديا، ولكن للأسف إخواتها كلهم اتجوزوا ما عدا هي، فنزلت مصر واشتغلت في البيوت لحد ما اكتشفها أحد المخرجين وخلاها عملت 14 فيلم وكلهم بدور واحدة قبيحة. وكانت رجوات عايشة جنب شيخ، الشيخ ده كان عنده 6 إخوات ووالدته وهو، وكان متزوج قبل كده وعنده 4 أطفال من أرملته، ولكن أمه عرضت عليه إن هو يتجوز رجوات، وفعلا اتجوزها. وبعدها بفترة ماتت أم الشيخ وهو كمان حصلها، وبعد كده رجوات بقت مسؤولة عن 12 يتيم، فضلت تنزل تشتغل عليهم وتربيهم لحد ما وصلوا لمناصب حلوة جدا في بلدنا، اللي في منهم دكتور ومهندس، وفي منهم اللي وصل لمناصب تانية. بعد كده بنتها اللي كانت دكتورة حجزت لرجوات إن هي تحج، لأن هما كانوا بيحبوها جدا على إنها ربتهم ووصلتهم للمناصب اللي هما فيها، وفعلا خدوها عشان تروح الحج. وكان في من ضمنهم واحد من ضمن الإخوات طالع في نفس الطيارة، ولكن رجوات تاهت وقعدوا يدوروا عليها فترات طويلة، وبعد ما لقوها ساجدة ومفارقة الحياة. دي حاجة تدل على إن الشكل مش كل شيء، أهم شيء القلب. يلا انزل اشترك وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. أشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.